السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي هيلثي دايت. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكاب كيك زوين بزاف بدون سكر وبدون دقيق، غني بالبروتين والدهون الصحية، مناسب لجميع انواع الدايت، اللو كارب، الكيتو، وكذلك لمرضى السكري وحساسية الجلوتين، وكذلك الناس اللي عندهم مقاومة الانسولين ومغاوي ينقصوا في الوزن. جبت لكم كاب كيك حلو ومشبع، وجبة كاملة متكاملة. نبداو بسم الله على بركة الله في الوصفة. اول حاجة غادي نحتاج 3 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. بغيتو كمية اكثر ديال الكاب كيك خذوا كمية اكثر ديال البيض، يعني نديروا 4 ولا 6 ديال البيضات. ديروا كمية كبيرة مثلا اللي كيعجبهم ياكلوا بحال هادشي حلو بزاف، ديروا كمية كبيرة وخليوها في، تقدروا تخليوها غير على برا يعني بلا ما ديروها حتى في الثلاجة، راه كتبقى واحد المدة طويلة، تقدر تمشي معكم حتى الاسبوع ما طرا ليها حتى شي حاجة. هنا خديت 3 ديال البيضات، واحد القبيصه ديال الملحه، وبالنسبه باش غنحلي هذا الكاب كيك خديت واحد الملعقه كبيره ديال سكر ستافيا. وبالنسبه للبنات اللي باغيين يطيحوا الوزن ولا الناس اللي عندهم مرض السكري، راه احسن سكر مناسب لكم هو سكر ستافيا، ما فيش لي كالوري وما فيش لي كربوهيدرات، يعني ما كيطلعش لينا السكر في الدم، يعني هو المناسب لينا. وخديت واحد الملعقه ديال السيرو ديال الصبار، هاد السيرو ديال الصبار حتى هو زوين، ما فيش لي كالوري بزاف، يعني هذيك القرعه كامله فيها واحد 12 ولا 14 كيلو كالوري، يعني هذيك الملعقه اللي درتوها في الكاب كيك يعني ما غادا دير لكم والو، يعني فيها 4 ولا 5 ديال لي كالوري. وبالنسبه للدهون انا خديت هنايا واحد 125 ملي ديال الزبده حيوانيه مذابه، تكون نوعيه جيده. الزبده كتعطي واحد الرطوبه في الكاب كيك. تقدروا تستعملوا زيت زيتون، تقدروا تستعملوا زيت جوز الهند، حتى هو كيجي في هذه الوصفه زوين. انا غير ما كانش متوفر ليا علاش درت الزبده. وغادا نضيف واحد الملعقه كبيره هنا ديال الزبده ديال اللوز، الا ما كانش عندكم ما ديروهاش، اختياريه. اذا كانت عندكم ديال الكاوكاو ديروها حتى هي كتجي زوينه. وغادا نضيف واحد الملعقه صغيره ديال السائل ديال الفاني. هاد السائل ديال الفاني كيعطي واحد البنه زوينه في الكيك. صافي وغادا نخلط الخليط ديالي تيتجانسوا ليا هاد المكونات مزيان. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو انكم تجربوا الكاب كيك وتخليوا لي رايكم في التعاليق. وغادا نضيف هنايا، انا كنستعمل هاد الكيفير ديال الماعز، هاد الكيفير زوين بزاف ومفيد بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، يعني القولون ولا المعده. خيت هاد الكيفير كيكونوا عندنا غنيين بالبكتيريا النافعه اللي كتساعدنا اننا باش نتخلصوا من هذيك الانتفاخات اللي كتكون عندنا. هاد الكيفير خديت منه 125 ملي. ما كانش عندكم تقدروا تستعملوا الحليب ولا تستعملوا يوغورت، تقدروا تستعملوا كذلك البرتقال، غير هو اللي استعملتوا البرتقال غيجيكم الكاب كيك حلو بزاف. بالنسبه للنواشف خديت واحد 50 غرام ديال المكسرات. انا استعملت اللوز والقرقاع، تقدروا تستعملوا اي مكسرات عندكم. ما تطحنوهاش بزاف حتى تولي بحال الدقيق، خليوها شويه غير مهرمشه. وبالنسبه للدقيق غادا نستعمل دقيق جوز الهند. دقيق جوز الهند زوين بزاف، يعني تقدروا ديروا به الخبز. بالنسبه للناس اللي باغيين يطيحوا في الوزن، من الاحسن انكم تستبدلوا الدقيق ديال القمح بدقيق جوز الهند. وغادا نضيف واحد 16 غرام ديال البيكين باودر، ضفت عليها واحد الملعقه ديال الخل باش يجينا هذاك الكاب كيك رطب وطالع ومنفوخ. صافي غادا نخلط هذا الخليط مزيان وغادا نديرو في هاد المولات وندخلو الفران. راه ما كياخذوش الوقت بزاف، يعني تقريبا انا خدا ليا من نص ساعه ل 40 دقيقه على 180 درجه. المهم نتوما ما تخليوش بزاف باش ما ينشفش بزاف ويجي ناشف من الداخل. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وخليوا لي رايكم في التعاليق الى بغيتوا شنو الوصفات اللي بغيتوا تكون صحيه اننا نديروها ان شاء الله في القناه. وغادا نضيف عليه هاد الشوكولات الامارو، هذا انا خديته 95% كاكاو بدون سكر، يعني ما فيش سكر. البنات الا بغيتوا تطلعوا هرمون السعاده بقاو تاخذوا الشوكولاته، يعني ما تكثروش فيه، مثلا بيتسو في النهار زوين بزاف وفيه واحد النسبه عاليه من البروتين. صراحه اول مره كنعرف بان الشوكولات فيه البروتين. هاد تقريبا 100 غرام يعني فيها 12 ولا 14 غرام ديال البروتين، يعني راه نسبه جيده.
تقدروا تستعملوا الشوكولا، تقدروا تستعملوا الزبيب، المهم اي حاجه كتعجبكم حلوه ولا تكون طبيعيه. تقدروا ديروا التمر حتى هو من الفوق، حتى هو كيجي زوين، يعني تقطعوه وديروه المشماش البرقوق. المهم بعدوا من السكريات الصناعيه وخليكم في السكريات الطبيعيه، ما كاينش ما احسن من الطبيعه. صافي هنا جبدتهم من الفران، كيجيو على هاد الشكل، كيجيو رائعين وبنان وكياخدوا هاد اللوين الزوين وكيجيو رطبين. انا غادا نحل معاكم هادي، خليوه حتى يبرد مزيان عاد حيدوه من المول. كيجي رطاب وطالع وبنين مشبع من هادشي كامل، مشبع يعني بالنسبه بغيتو تاخدو مثلا في الفطور ولا في الكوتي وحده ولا جوج، هانتوما واخدين وجبه متكامله فيها جميع العناصر الغذائيه. وكنتمنى انكم تجربوه وخليوا لي رايكم في التعاليق كيفاش جاكم، ومرحبا بالاسئله ديالكم، وتهلاو ليا في صحيحتكم. الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.